سيدي رانديانوس. عايز ايه؟ مركوش تاجر العطور مستني الاذن بالاكل. نعم. بالدخول. يبقى اكيد رجع من الهند وجاب معاه احلى العطور من هناك. خليه يدخل بسرعه. اهلا اهلا بشهبندر التجار، وحشتنا يا راجل. اتفضل. بصراحة الهند دي بلد العين. امال أنا ما رجعتش من هناك إلا بعد ما اشتريت أغلى وأنفس الأشياء. اهم حاجه العطور. لا، من الناحية دي ما تقلقش، أنا جبت لك أندر وأغلى مجموعة عطور، علشان عارف إن السيد زبرجد بيفضل العطور الهندية. وريني كده. اتفضل. يا سلام يا سلام، دي اكيد هتعجب زبرجد العظيم. بكام دي يا سيد رانديانوس؟ احنا مش هنختلف، المهم انها هتعجب العظيم زبرجد. انا هاخد المجموعه كلها. بكام بقى يا سيدي؟ 1000 دينار. 1000 دينار؟ مش خساره في زبرجد العظيم. خد يا سيدي، اتفضل. هل يحيى زبرجد العظيم؟ بقول لك دفع 1000 دينار في شويه عطور. حقيقي اللي معاه قرش ومحيره يجيب عطور لسي زبرجد ويطيرها. انا خدمت في بيوت كتير وقليل، لكن عمري ما شفت الاكرام والتبجيل اللي بياخده سي زبرجد ده. على العموم سيد رانديانوس تاجر شاطر وعقل يوزن بلد، لكن عند سي زبرجد بحسه ان بخ مفيش. 1000 دينار 1000 دينار مرة واحدة؟ انت بتستخسري 1000 دينار في زبرجد العظيم؟ لا ما تقولش كده، ده انا عمري وروحي فدا لزبرجد العظيم. بس يعني احنا عندنا ابن ومحتاج للاموال. وهي 1000 هتأثر في ثروتي؟ ثم يعني هي رايحة لمين؟ دي رايحة لزبرجد العظيم اللي هيحافظ على ابننا ويحميه ويحرسه ويباركه. ادي بركاتك يا زبرجد يا عظيم، بركاتك، ده انت اصل الحنان. هو بس عموما سيبك من الكلام ده وقولي لي ازاي هنخلي فيلوسيوس ياخد بركة زبرجد ويتقرب منه؟ هقولك، في حفلة عيد ميلاد فيلو اللي جاية نخليه يخش لحضرته البهية وينال الحظوة والبركة. صح، انا كده ارتحت. ادي وبعدين هي عادة. بس انا بحس ان سيدي فيلوسيوس مختلف عن ابوه وامه. مختلف في ايه؟ هيطلع زيهم، مخ بخ مفيش. لا، انا متأكد ان هو مختلف عن ابوه وامه. ده عمره ما جاب سيرة الاكرام والتبجيل لزبرجد دوت، وكل ما يجي وقت يدخلوا عليه بيهرب. ايوه بيهرب من اللحظة دي اكنه هيقابل الموت. طيب لما نشوفه هيعمل ايه في عيد ميلاده العاشر لما يدخلوه بالامر على سي زبرجد. فيلوسيوس. نعم يا امي الحبيبه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بجمع شويه ورد يا امي. انت ناوي تقدمهم هديه لزبرجد العظيم؟ زبرجد لا، قصدي. مالك يا فيلو؟ انا بصراحه بكرهه وبخاف منه. اياك اسمعك تقول كده تاني. هو في حد يكره الاله العظيم زبرجد؟ اله؟ ازاي اله؟ ليه ما تكونش الشمس هي الاله؟ الشمس؟ انت هتكفر بزبرجد العظيم وتؤمن بالشمس اللي ممكن حته سحابه صغيره تخفيها يا فيلو؟ شوف يا حبيبي، انت بكره هتكمل 10 سنين وانا ووالدك عاملين لك حفله كبيره. بس خد بالك، اهم ما في الحفله انك هتقدم القرابين لزبرجد العظيم. ها؟ ده غير ان انت
هتقرب من بنت الامير برادوس. خلاص مين بقى بيجي محافظ مجنون؟ شوف مين جاي هناك، ده فيلوساوس مسيطر انديانوس اللي بيعبدوا زبرجد. ممكن العب معاكم؟ انت تلعب معانا؟ احنا لا يمكن نلعب معاك. اجروا لكن ليه انت يا سيد برادوس مش عامل معبد لإلهك بدل ما انت رايح وجاي بيه كده؟ معبد ايه يا سيد رانديانوس؟ انا احب امشي والاله بتاعي ارفع يا ابني معايا. يحميني يحرسني. حبيت اصلي له، لكن لو بنيت له معبد حبيت اروح له واجي له واعطل اشغالي. لكن بص لو جيت كده بص كده هي فكرة، لكن لو كل واحد عامل زي كده اكيد الشوارع هتضيق جدا. ولا انت ايه رايك يا دونيس في فكره تودك الامير برادوس؟ طبعا حلو. مش هيجي الامير عشان اقدم له الهدايا؟ حالا هيجي الامير فيلوساوس. لكن انا برجوكم يا اصدقائي الاعزاء اننا ناجل شويه تقديم الهدايا لحد ما يجي فيلوساوس ويدخل على الاله العظيم زبرجد ويقدم له القرابين. فيلوساوس وصل. تعالى يا فيلو يا حبيبي تعالى. يلا يا فيلوساوس، انا هعمل لك الحفله دي مخصوص عشان تقدم القرابين لزبرجد العظيمه. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا. يلا يا حبيبي، خد ادهن زبرجد باغلى العطور. يلا بقى، انت بقيت راجل وكبرت. يلا خد العطر وادهن زبرجد. قلت لك لسه صغير، لسه صغير. صغير؟ كم من 10 سنين ولسه صغير؟ 10 سنين ولسه ما دخلش على الآلهة. ده كسفني وحط راسي في الطين قصاد التجار وقصاد الأمير برادوس وبنته. يا رانديانوس، هو الولد خايف بس شوية. خايف شوية؟ خايف من ايه؟ ده الإله العظيم زبرجد، رمز الحنان، مربينه على الغالي. امال لو كنا بنعبد مارس إله الحرب كان هيعمل ايه؟ معلش يا رانديانوس معلش، هو بس العملية محتاجة ان هي تيجي بالتدريج واحدة واحدة، وبعدين ما تستعجلش، الأيام جاية كتير. اسمعيني كويس، فيلوساوس يتحرم من كل هدايا عيد ميلاده وكمان يبات من غير عشاء. غفرانك غفرانك يا زبرجد، ده كسر قلب الأميرة دوريس. معلش اهدى ادي وعد لي هناك اهو زي زبرجد بالظبط. الفرق لا ده مفيش في رقبته طوق دهب، ولا حد بيدهنه بالعطور، ولا بنأكله فطاير بالعسل. ازاي زبرجد ده ممكن يكون هو الإله؟ فين الحل اللي فيه؟ نفسي افهم. يمكن يكون في حاجة انا مش عارفها عشان انا لسه صغير، لكن ازاي؟ يا ما نفسي افهم. سيدي فيلوساوس، كده نتأخر على السوق يا سيدي. انا عاوز اسألك على حاجة يا اسأل اسأل يا سيدي. هما الأولاد اللي بيعلقوا في رقبتهم علامة الإعدام الرومانية دول ولاد ملوك؟ لا يا سيدي، دول مسيحيين، ودي الإشارة بتاعتهم، واسمها
اسمها الصليب. امال ليه ما بيرضوش يلعبوني معاهم؟ بس هما بيخافوا من الامبراطور ديكليديانوس عشان بيعذبهم وبيقتلهم كمان. ليه يا سكة؟ عشان بيعبدوا اله غريب يا سيدي. اله؟ اله غريب؟ تعرف عنه حاجة يا سكة؟ انا ما اعرفش غير انه اسمه المسيح بس. زبرجد مش ممكن يكون هو الاله، ولا الشمس ولا فينوس، ده تمثال حجر. امال يكون مين هو الاله؟ انا نفسي اعرفه واتكلم معاه. اكيد هو اله قوي وحنين، يا نفسي يضمني ويحبني. انا لازم اعرف مين هو الاله الحقيقي اللي خلق الشمس والطيور والناس وخلقنا انا كمان. انت فين؟ انت فين؟ عرفني انت مين. نفسي اعرف اسمك واعيش معاك. قولي انت مين، انت فين؟ أيها الطفل الطاهر الذي تريد أن تعرف الإله الحقيقي، الله هو خالق السماء والأرض، فالشمس والقمر والنجوم ما هي إلا مخلوقات يديه، وقد خلقها الله لكي تكون في خدمة البشر. وما دمت يا فيليثيوس تريد أن تعرفني، فستعلم من أنا في هذه الليلة. أشكرك أشكرك. ايه رأيك في الضوء الجميل ده؟ الضوء ده علشاني أنا؟ علشانك؟ هو كل حاجة علشانك؟ لا طبعا، ده الزبرجد العظيم. زبرجد؟ اصلي لاحظت ان الضوء اللي عليه قدم شوية فجبت له ده. هو في الحقيقة هو ضوء حلو ويستاهل، لكن أنا طمعانة بس في الضوء القديم بتاعه. مفيش مانع، والصدقني هيبقى لايق عليكي. ده غير كمان انك لما تلبسيه هتحل عليكي بركة زبرجد، اصل فيه ريحته. يا ترى هيجي امتى ومن فين؟ يا ترى هيشق السماء ولا هيجي من البحر؟ خلاص انا هتني قاعد مستنيك. من حوالي العتمة وانا في بحر الحياة، لكن في قلبي شمعة مستنية الإله. من حوالي العتمة وانا في بحر الحياة، لكن في قلبي شمعة مستنية الإله. تعال واكشف عن عينيا، تعال وفك قيود ايديا، تعال واكشف عن عينيا، تعال وفك قيود ايديا. غمرتني المياه من حواليا، ناس عايشين لكن غايبين، ماشيين مع الماشيين. ناس عايشين لكن غايبين، ماشيين مع الماشيين. تايهين
مش فاهمين بيرددوا بشفاء بيرددوا بشفاء. انت مين؟ ما تخافش يا فيلوسيوس، أنا اسمي ميخائيل، رئيس جند السماوات. أنت عايز تشوف الإله الحقيقي؟ انا عاوز اعرف اسمه. رب المجد يسوع المسيح. المسيح انت حقيقي هو الاله. انا من النهارده هعبدك وهحبك. انا نفسي اكون مسيحي، بس ازاي؟ روح لابونا متى وهو هيقول لك تعمل ايه عشان تكون مسيحي. سلام لك. سيبني. عايز مني ايه؟ انا عاوزك ما تخافش مني. المسيح قال لنا لا تخاف. وقال ايه كمان؟ انت مالك؟ انت مش بتعبد زبرجد؟ انا من النهارده هعبد المسيح وعاوز منك خدمه. قول. يا ريتك تودينا عند ابونا متى. ابونا متى؟ انت تعرف ابونا متى منين؟ لو بتحب المسيح بس وديني. يبقى ده مش طريقنا. تعالى معايا. هو ده بقى ابونا متى. تحب اعرفك عليه؟ شكرا يا بطرس، انا هروح لوحدي. سلام يا بطرس. سلام النعمة يا ابني. عايز حاجة؟ انا عاوز ابقى مسيحي. عايز تعرف المسيح؟ بتدور على خلاص نفسك؟ طوباك يا ابني. انت اسمك ايه؟ اسمي فيلوسيوس ابن السيد رانديانوس. فيليسيوس؟ طب احكي لي يا فيليسيوس عن حكايتك. وانت تحكي لي كلها عن المسيح. اتفقنا. وعلشان كده يا فيليسيوس يا ابني جه السيد المسيح متجسد من القديسة العذراء مريم علشان يفدينا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا. وبكده يا فيليسيوس يا ابني نكون كملنا دراسة الكتاب المقدس. تعبتك خالص يا استاذ بونا. احنا بقالنا اكتر من 10 شهور وانت بتقرالي وتفهمني وتشرح لي وحفظتني كل الكتاب المقدس. يا ابني هي دي رسالة خادم المسيح. مش هو قال لنا اذهبوا إلى جميع الأمم وبشروهم وعمدوهم؟ وبعدين يا فيليسيوس يا ابني اللي جيتني. بشكرك جدا يا استاذ بونا لانك فتحت عيني على الطريق الصالح وقربتني من المسيح. اشكر المسيح يا فيليسيوس يا ابني اللي أظهر لك مجده. ولا كل كلام الدنيا يقدر يوصف محبة ربي وإلهي ليا. أنا عاوز أطلب منك طلب يا أستاذ بونا. اطلب يا حبيبي. أنا نفسي أتعمد. هو انت برضه لسه بتاخد الاله بتاعك معاك في كل مكان تروح فيه؟ السنة اللي فاتت يوم عيد ميلاد الامير فيلو شرحت لك الفكرة، وبعد مرور سنة اؤكد لك انها فكرة عظيمة جدا، ولو تاخد بالك انها مربحة. مربحة ازاي؟ اقول لك ازاي. مرة كنت رايح السوق اشتري شوية بضايع، فحب التجار يحلفوا بالاله. طبعا ما كانش فيه اله غير بتاعي انا، فتلموا حواليه ويحلفوا بيه. قلت لهم لا، اللي يحلف بالاله بتاعي يدفع دينار. يوميها لميت 100 دينار. 100 دينار؟ مش بقولك انها فكرة مربحة. يا ريت تبقى شجاع المرة دي.
ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح، يا من أشرقت علي بنور معرفتك وهديتني إليك، اعطيني القوة والشجاعة لكي أكشف كذب هذا الشيطان وليعرف والدي عظم مجدك وينجون من فخ إبليس إلى الأبد. آمين. المهم احنا السنة دي مش هنقبل أي عذر من الأمير فيلو، لازم يقرب لزبرجد. وأنا مستعد يا سيد رأس. قولي أعمل إيه يا ولدي؟ انت هتاخد من العطر وتدهن زبرجد العظيم، وبعدين تاخد شوية بخور وتحطهم في النار. ادي. مبروك يا سيد رانديانوس. ايوه كده، خليني ارفع راسي. يلا بينا نروح المعبد. باسم ربنا يسوع المسيح، أنت الإله الذي أسجد له. لا ابعد عني الصليب، أنا ما استحقش إن أنا أسجد لك. خذوا العجل احرقوه وفي البحر ارموه. رب يسوع المسيح، رب الكل الذي أراني مجده الغير وقدرته، أنت القائل كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي أعطيكم. توسليني يا إله الرحمة، يا صانع العجائب والمعجزات، يا من أقمت ابنة ييروس، يا من أقمت ابن أرملة نايين، يا من أقمت العازر بعد إنتن، أقم والدي يا رب لينجو من العذاب الأبدي. يا رب مد ذراعك يا رب. الآب الروح القدس الإله واحد آمين. قوموا أحياء بلا فساد. أنا مش مصدقة إن إحنا نجينا من العذاب والجحيم ده، مش مصدقة. المسيح أنقذكم من الجحيم. ياه، أنت تعرف الإله الجميل ده؟ أيوه، عشان أنا مسيحي. مسيحي؟ يا على عظمة وإيمان المسيحيين. مبارك يا حبيبي فيلوسيوس، ومباركة ساعة ميلادك. احنا كنا في عذاب شديد مع الشيطان، لكن لما انت صليت وتشفعت لينا خرجنا من هناك شخص جميل قوي وحنين كمان. يا ريتنا كنا نعرفه من زمان. بشكر السيد المسيح لأنه أعطاكم فرصة جديدة للحياة لكي تكون لكم توبة. مشي شوية يا عم فلت. دي ماني ماشي على خطوتك. قال انت متأكد يا عم ويصة ان اللي عامل الوليمة دي السيد رانديانوس نفسه؟ ايوه يا عم فلت، هي دي اول مرة الراجل من بعد ما بقى مسيحي
وهو بيصوم ويصلي ويوكلنا كل يوم. ربنا يكتر في ناس الطيبين، ما هو لما بيكتروا الولايم بتكتر واحنا بناكل ونشبع. ايوه صحيح يا عم فلسي. ادعي لابن فلوساوس، ده هو البركه الحقيقيه. ادعي له؟ طيب بس اما اشوف. هو ده اللي مش ممكن ابدا. شوف بس يا عم فلسي. قول لي يا عم ويصل، انت متاكد يعني انهم بعد ما مات قاموا؟ ايوه يا عم فاتح، فنويس اتصلى وقاموا على طول. طب قول لي كمان، هو فيلساوس دي موجود هنا دلوقتي يعني؟ ايوه موجود. كل طب بقول لك ايه، ما تقوم تعرفني عليه، انا من كتر كلامك عنه اشتقت اشوفه دلوقتي. كل دلوقتي. اكل ايه؟ بقول لك قوم، هو انت همك على بطن ولا هو يعني ابو بلاش كتر منه؟ قوم يا راجل هم معايا. قوم بقول لك هم معايا. قوم يا راجل، قوم هم بينا. خد بيدي خد بيدي يا عم ويصل. عم فلتس عاوزك يا سيد فيلسيوس. أمرني يا عم فلتس. أنا عاوزك تصلي لي يا ابن ناس الطيبين، وأنا عارف إن ربنا هيسمع صلاتك، لأنه قال لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يا عم فلتس، كلنا محتاجين صلوات القديسين. طب ادعي لي يا ابني وأنا راضي بدعوتك. ربنا يكون معاك وينور لك طريقك. دعوة حكيم ما يقولها غير ولد صالح. ربنا معاك يا ابني. يلا بينا يا عم فلتس، الطريق طويل والليل داخل. يلا. ليل انا عايش فيه من اول ما وعيت على الدنيا. ليل يا عم فلتس، خد بيدي. يلا.
فيليسيوس يا ابني، انا عايز اقول لك كلمتين مهمين جدا. قول يا سابونا، كل الكلام اللي انت بتقوله بيتحفر جوه قلبي. انا خايف عليك يا ابني، العدو الخير يضربك بسهم الكبرياء والمجد الباطل. كفايه سنين عمري اللي قضيتهم في جهلي وخطيتي. لتكن مشيئتك يا رب. يا رب اشفي والدي يا رب، وارفع عنه يا رب آلام المرض. يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك لأن إحنا عرفناك، وأشكرك لأنك أنقذتنا من الجهل اللي إحنا كنا فيه. يا رب ليا طلب واحد عندك، إنك تشفي جوزي ونجيه من المرض اللي هو فيه. اللي يعزيك يا فيليسيوس يا ابني ان والدك راح السما بعد ما اتعرف على المسيح وتاب عن خطاياه، وهو دلوقتي بقى في حضنه. اللي مصبرني هو السابونة اللي رب المجد يسوع المسيح اتحنن ورجعه لطريق الصلح. هو دلوقتي بقى في حضنه. المهم دلوقتي والدتك عاملة ايه؟ والدتي تعبانة خالص يا ابونا متى. عارف صدمة موت والدي كانت شديدة عليها قوي. ما تقلقش عليها يا فيليسيوس يا ابني، ربنا موجود. ودي يا اختي هتعمل ايه لوحدها بعد ما جوزها ما مات؟ يعني هتغلب؟ كفايه العز اللي جوزها سايبهولها. كنوز الدنيا كلها ما تعوضش الواحده مننا عن دخلة جوزها عليها. عندك حق يا اختي، الراجل برضه بيشيل عن الست حمل كبير. وكمان ابنها لسه صغير ومحتاج للي يربيه وياخد بايده. عايزين الحق، الست دي صعبانه عليا. قرصي يا اختي العجين، قرصي، عايزين نلحق نقرصه قبل ما الشمس ما تغيب. يسوع المسيح مخلص الصالح، كن معي يا رب، اجعلني يا رب متمسكا باسمك يا رب وبصليبك. اذكر امامك يا رب نفس ابي يا رب، اجعلها يا رب في ملكوتك يا رب مع قدسيك. اشفي والدتي يا رب وارفع عنها آلام المرض يا رب، لتكن مشيئتك يا رب. أنا عارف إن الصدمة كبيرة أوي. الوالد ما كملش شهر، وبعدين الوالد. لا يكن موتا لعبيد المسيح، بل هو انتقال. ودينا بنشوف اللي بيموتوا كل يوم على ايد الرومان آلاف وآلاف. هم عاملين ايه دلوقتي يا عم موسى؟ عمالين يحرقوا في المسيحيين ويهدموا في الكنائس. ده قنادس ما بيشبعش من قتلهم. الآلاف بيموتوا كل يوم يا ابني، رهبان وكهنة وأساقفة، عذارى ويتامى وأرامل، حتى الأطفال. الرومان دول ما عندهمش رحمة. بذور لازم تموت عشان تبقى أشجار. والمسيح قال لنا في العالم هيكون لكم ضيق ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. على فكرة يا فيليسيوس، أنت عارف إنهم قبضوا على أبونا متى؟ أبونا متى؟ أنت بتقول له ليه يا عم مويسى؟ ما هو لازم يعرف يا عم فلتة. أنا عاوز أنصحك بحاجة. يا ريت يعني وأنت خارج بلاش تلبس صليب. أنت بتقول إيه يا عم موسى؟ تنسيت كلام المسيح؟ من ينكرني قدام الناس انكره أمام ملائكة أبي في السماوات. عم موسى خايف عليك يا ابني. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. اوعى تقول كده تاني يا عم موسى. الحقونا
ايه ده؟ انت مسيحي؟ ايوه انا مسيحي. وكمان بتعترف؟ ايوه. هاتوه. بقول لك ايه؟ احنا هنعمل ايه في الولد اللي مسكناه ده؟ ادينا بنتسلى. نتسلى ايه بس؟ احنا نوديه للامبراطور وهو يتسلى بيه زي ما هو عايز. انت شايف كده؟ خلاص نوديه للامبراطور. يلا بينا. ودلوقتي يا جناب الامبراطور المبجل العظيم المنير ديوكليديانوس، دلوقتي بقى عايز تتفرج على ايه؟ عاوز تشوف سحري مع التعابين ولا مع النار ولا عايز؟ لا 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 يا ستيفان، خلاص انا زهقت. اللي بتعمليه هو اللي بتعمليه كل يوم كل يوم كل يوم. ايه جرالك ايه؟ انا عاوز اشوف حاجه جديده جديده. انت الظاهر عليك عجزتي خلاص. ايه في ايه؟ ايه؟ انا مش قلت محدش يدخل عليا وانا مع الساحره؟ تسلية جديدة يا مولاي. تسلية جديدة؟ ليه؟ انتوا خلاص خلصتوا على كل المسيحيين اللي في البلد، عايزين تتسلوا تسلية جديدة؟ يا مولاي الموضوع منه فيه. منه فيه؟ منه فيه. يعني ايه بقى منه فيه؟ طفل مسيحي اسمه فيلوسيوس بيتحداك. بيتحداني؟ العفو يا مولاي، هو اللي بيقول انه بيتحداك وبيتحدى الامبراطورية. بيتحداني؟ بيتحدى الامبراطورية؟ تخيل، ده لو مخلوق من نار ما يقدرش يقولها. بيتحداني؟ يا وصلت بيه الجرأة انه يتحداني. هاتوه. شفت بقى اللي بيحصل؟ ايه يا ستيفان؟ ايه يا ستيفان اما تقعدي في حته عشان اعرف اشوفك واتكلم معاكي؟ شفت بقى اللي بيحصل؟ حته عيل بيتحداني. وانت هتاخد على كلام العيال يا مولاي؟ كلام عيال يا ستيفانة؟ ايوه ده عيل يا مولاي، يعني ترمي له حته لحمه، تدي له كيس دنانير، يسجد لك على طول. على طول؟ ايوه. انا الامبراطور ديوكليديانوس امبراطور روما، عيل يتحداني على الزمن؟ على رأيك اهي تسلية. ده عيل صغير. اسمك ايه؟ اسمي فيلوسيوس. اسم جميل. مشكلتك ايه بقى؟ عشان انا هنا بحل مشاكل الرعية بتاعت الامبراطورية كلها. المشكلة مش فيا ولا في المسيحيين، المشكلة في القلوب العامية اللي بتسيب الإله الحقيقي تعبد إله من حجر. ايه الوقاحة دي يا ولد؟ احنا اللي بنعبد إله النصر عمي، وانتوا اللي بتعبدوا المصلوب مفتحين. المسيح انتصر على الموت بالقيامة. اسمع يا ابني، اكبر منك واتخن منك واكتر منك في الايمان
رقبتهم طارت. اسمع بقى، اسجد بقى لأبولون، وإن ما عجبكش اسجد لفينوس اهي زي القمر. ايه رأيك؟ أنا لا أسجد إلا لسيدي يسوع المسيح. بيقول لك لا يسجد إلا سيدي يسوع المسيح. الولد ده مسحور. المسيحيون لا يضلون بالسحر، هم أبناء النور. لا ده انت غلباوي قوي. بقول لك يا استفالة، انت تديله السم بتاعك اللي بيهري المصارين عشان نتفرج عليه ونتسلى بيه شوية. يلا. حاضر. أمرك يا مولاي. لا انت. شاطر. خد يا حبيبي اشرب. يلا. لحظات وكل شيء ينتهي على طول. تلاقي عينيه دخلت لجوه ووشه اصفر ومات. مفيش حاجة حصلت يعني؟ ايه يا ابني؟ يا استفالة يلا موت موت موت. انت بتهزري معايا ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ انت حطيتيله سم؟ حطيت قدامك، حطيت اهو. الظاهر ان انا غلطت. ايوه غلطت، حطيت من القارورة التانية. فعلا انا غلطت، والدليل اهو. مفيش حاجة. استفالة استفالة. لا سم صحيح سم. استفالة هاتي. انت عايز تفهمني ان السحر بتاعك اقوى من ساحرة الامبراطورية؟ خدوه خدوه على السجن واجلدوه 1000 جلدة. يلا. استفال لا لا مش انا اللي بينزف دمي،
أنا قلبي فرحان مفهوش هم. عرفت طريق يسوع اللي يزال الغم، لا بكاء ولا جرح عادي. لا مش أنا اللي بينزف دم، أنا قلبي فرحان مفهوش هم. عرفت طريق يسوع اللي يزال الغم، لا بكاء ولا جرح عادي. لا مش خايف أنا من العذاب، روحي بتمجد ربي فوق السحاب. لا مش خايف أنا من العذاب، روحي بتمجد ربي فوق السحاب. ولا عمري في يوم هسيب حضن الآب مهما الشيطان ضم. ولا هتمسني النار، أنا في إيد يسوع البار. ولا هتمسني النار، أنا في إيد يسوع البار. منقوش على كفه بإصرار، ومالي قلبي بالإيمان، ومالي قلبي بالإيمان. يسوع مد ايديك يا رب. لك المجد يا رب. سلام لك يا فيلوسيوس. أرسلني الرب إليك لأقويك وأعزيك في جميع أتعابك، فتشجع ولا تخف لأن الرب معك. بقول لك ايه، انا عملت حسابي وجبت الشوال عشان واحنا بندفن الجثه ما نشمش ريحه العفن. كويسه فكره الشوال دي علشان نلم لحمه في حاجه واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت لسه عايش؟ ايوه. طب
ازاي؟ عشان انا مسيحي وبعبد المسيح. والمسيح اللي انت بتعبده قادر انه ينجيك من كل العذاب اللي انت شفته؟ طبعا، لانه صانع العجائب والمعجزات. طيب ممكن المسيح يغفر لنا ويقبلنا وهيسامحنا على خطايانا اللي عملناها. صلينا يا فيليسيوس، صلينا. يعني الساحرة استفالة ماتت، والحراس والمساجين اللي كانوا في السجن أمرت بإعدام. انت ايه حقيقتك؟ انا مسيحي وهفضل مسيحي، ودي اكبر حقيقة انت مش قادر تصدقها. كده هاتولي حنش. حنش عاوزك تضربه قلم تنزل بسنانه وما يديش منطق نهائي. يلا اديهوله. سلام لك يا محب الله، أنا معك، لا تخف، يقول الرب لك. هو الخير كما طلع ويجي ايه ده؟ اسمع، افتحوا عليه باب الزنزانة، ولو كان لسه حي ده لو دخلوا عليه شوية من المساجين، ها ماشي، يمكن يقدروا يأثروا عليه ويكسروا دماغه الناشفة، وبكده يسجد للآلهة ويبخر. يلا. أمر مولاي. ايه رأيك؟ خش على الفندق اهو. باسم الصليب، انت مين؟ صوتها مش غريب على قلبي. عم موسى، معقولة؟ فينيسيوس، أنا فرحان أوي إني شفتك يا فينيسيوس يا ابني. إزيك يا فينيسيوس؟ اشكرك يا رب، خفت عليك لا تهرب من القلب. ما اكدبش عليك يا فينيسيوس، لكن العالم واخدني بشهواته. كنت بخاف من الموت، كان شبح الموت بيطاردني كل حياتي. لكن لما فكرت فيك شفت قد ايه صمودك، سمعت من المدينة كلها على شجاعتك، ندمت وصليت وجيت اعترفت بالمسيح. ايوه اعترفت بالمسيح. صلي لي يا ابن ساوس، ربنا يغفرني. صلي لي يا ابن ساوس، صلي. يا عم موسى ما تبكيش، اهم حاجة ان انت عرفت طريق التوبة ورجعت. ما تفوقوا بقى من الوهم اللي انتوا فيه ده. ايمان اللي يستحق العذاب ده كله. باسم الصليب، امال انت جريمتك ايه؟ لا اوعى تكون فاكر اني مسيح. امال انت هنا ليه؟ في حد ما يعرفش استفاناكس اشهر سفاح في روما؟ وفرحان انك قاتل. مش احسن ما بقى مسيحي ضعيف زيكم؟ مين قال ان المسيح ضعيف؟ المسيح قوي، بدليل انه بيستهان بالموت. لا
بالراحة عليا، فهمني واحدة واحدة. بتقول اشهر سفاح في روما اعلن توبته وبقى مسيحي؟ ده اللي حصل. هي ليلة بات فيلوساوس معاه في السجن، خلى كل المساجين مسيحيين. اقتل كل المساجين وهات الولد ده هنا، وهات الولد ده هنا. انا هروح معاك المعبد. ايه؟ هروح المعبد. شوف، مش قلت لك انا عارف انك هتجيني برجليك، لانك مش هتقدر تستحمل العذاب. هتجيني وهتروح المعبد وتسجد للآلهة وتبخر. تعال يا فيلو، تعال. اول ما نروح المعبد مرحبا بمولاي الامبراطور المعظم. المعبد اتشرف بيك يا مولاي. النهارده انا جايب لكم شاب قوي شجاع، كان كافر والنهارده اهتدى للآلهة بتاعتنا وهيسجد ويبخر. كان لازم يهتدي يا مولاي بعد كل اللي شافه. يلا يلا يا فيلو، اسجد وبخر للآلهة بتاعتنا. باسم ربنا يسوع المسيح انطق انت انا. خدعتني، بتستعمل معايا السحر الاسود. طيب انا هوريك الوان العذاب اللي في الدنيا كلها اللي عمرك ما شفتها. هو احنا قتلنا كم واحد لغايه دلوقتي؟ 747 واحد يا مولاي. بس كل ده علشان طفل؟ بعد ما المعبد ما اتهدم كلهم اعلنوا ايمانهم بالمسيح. المسيح هو انا
كل ما افتكر ان انا انتصرت على المسيح الاقي نفسي مهزوم. يا مولاي ما نقتله ونخلص. غبي. لسه لو هو ربي يسوع المسيح رب الكل، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك عرفتني طريقك يا رب وجعلتني أعرف كثيرين بك. ثبتني فيك يا رب لآخر يوم في عمري. انت مستشاري الخاص وانا عاوز اعرف رايك في الولد فيليسيوس، اعمل معاه ايه؟ مولاي العظيم دقلديانوس، بسبب الولد ده المدينة كلها عايشة في قلق واضطراب. انا عارف ان المدينة كلها عايشة في قلق واضطراب، بس ما حدش يقول لي اقتله. خلاص زود في تعذيبه. جربت كل الوان التعذيب، ابتكر لي انت حاجة جديدة، قول لي. اغريه يا مولاي، اغريه ومال نجرب. شوف انا مش هلاقي احسن منك، شاب جميل وقوي وذكي واثبتت قدرة فائقة. مش هلاقي احسن منك عشان اخليك مستشاري الخاص، وهجوزك اجمل اميرات المملكة. لا، 10 أميرات، 10 أميرات من أجمل أميرات المملكة، وهحط تحت إيدك كتيبة من 1000 جندي تعمل فيهم اللي انت عايزه. تؤمر فتطاع، يعني مال وجاه وسلطان وأميرات. قلت إيه؟ ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لا أنا مش عاوزك ترد عليا دلوقتي. فكر على مهلك وبعدين رد عليا. رد بكرة أو بعده أو الأسبوع الجاي، عشان أخليهم يفكوا القيود بتاعتك. يلا خدوه فرجوه على القصور والكتيبة والأميرات. يلا روح. الممتلكات دي كلها هتكون ملكك، فرصة ولا في الخيال. اوعى تضيعها من ايدك. من يضع نفسه من أجلي يجدها، المسيح علمنا كده. والقصور في بيت أبي منازل كثيرة. والأميرات. الجمال كعشب السطح الذي يبث قبل أن يقطع. والكتيبة دولة 1000 جندي. من أراد أن يكون أولا فليكن خادما للكل. ايه رأيك؟ شفت بقى القصور والجواري والأميرات، الجاه والمال والسلطان. ايه رأيك؟ هتبخر بقى للآلهة؟ لا، لأن ربي وعدني بالملكوت وكلامه روح وحياة. اسمع، انت مفيش فايدة منك ابدا. اسمع يا ولد، انا ما بتعبش ابدا. في الاف والاف غيرك من المسيحيين عذبتهم لحد الموت، وفي الاخر هم فين؟ اخذوا وكليل في السماء. رب يسوع المسيح رب الكل، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك وهبتني
شرف أن أتعذب لأجل اسمك يا رب. يا رب لك المجد، القوة والبركة والعزة إلى الأبد، آمين. قم يا حبيبي وامضي واظهر نفسك للملك، وسوف تنال إكليل الشهادة وتفوز بالحياة الأبدية في ملكوت السماوات. وسوف أكرم اسمك في كل مكان تبنى كنيسة على اسمك فيه. واعلم يا فيليثيوس أن كل من يدعوني باسمك وهو في شدة فإني أستجيب له وأخلصه من أجل شفاعتك. سلام يكون معك. أنا حجان. أنت إيه يا أخي؟ أنا كل ما أتحرك قبر وأبعت أجيب جثتك عشان أدفنك فيه ألاقيك لسه حي. لا لا لا، ده سحر أسود. سلمت نفسك للشيطان ومش عاوز تفتح قلبك للنور. كل العجائب اللي صنعها ربي قدامك وشفتها قبل كده بعينيك مع شهداء كتير عذبتهم، نسيبها للسهل عشان تفضل في ضلالك. عنادك وقسوة قلبك هم دول القبر اللي انت حفرته بنفسك. لا، أنا خلاص زهقت منكم، من كل المسيحيين. انتوا ايه؟ ها؟ خلاص الإيمان بقى في دمكم. المسيح ختم على أرواحكم بحيث إنكم مش شايفين حد تاني غيره. أنا إمبراطور روما، الإمبراطور دقلديانوس، إمبراطور روما وسيد العالم. عايز زيك ما ينجمنيش الليل؟ لا، الليلة لازم أنام. يا حراس اضربوه بالحراب لحد ما يموت، لحد ما يموت. أشكرك لأني كنت وثني يا رب، ابن وثني، فضلت يا رب وارشدتني للطريق الصالح يا رب. يا رب أشكرك يا رب لأنك أتيتني ووهبت الشفاء يا رب. يا رب أشكرك أنك وهبتني أن أفضح هذا الكافر ممكن وضوء. يا رب قويني يا رب، قويني أتحمل العذاب يا رب. يا رب في يدك السوداء روحي.